عايزة أشارككم عن امرأة جميلة قوي اسمها ليديا، مكتوب عنها في أعمال الرسل إصحاح 16 إنها كانت ببساطة كده ست في السوق، شغالة في التجارة، بتبيع القماش، عندها بيزنس وعندها خبرة، لكن كمان ما كانتش من اليهود. وكان واضح إن هي كانت بتسمع عن اللي بيحصل وسط اليهود والأمم واللي الرب يسوع المسيح بيعمله من خلال الرسل، وكان شكلها إنها منجذبة لأنه الكتاب المقدس بيقول إنها كانت متعبدة للرب، فغالباً ما كانت بتتواجد مع المؤمنين في الأماكن والتجمعات بتاعتهم. وكانت العادة في الوقت ده إن النساء ممكن يخرجوا بالتحديد يوم السبت عند نهر خارج المدينة، مدينة فيليبي، علشان يكونوا بيصلوا. وفي يوم سبت بولس الرسول وسيلة راحوا عند النهر وابتدوا يتكلموا مع الستات اللي هناك عن الرب يسوع المسيح. وليديا كانت وسط الستات وسمعت الرسالة، والكتاب يقول إن الرب فتح قلب ليديا واتغيرت واتعمدت هي وكل بيتها. ومن اليوم ده ليديا فتحت بيتها كنيسة والمؤمنين بقوا بيتجمعوا كتير عندها. لو سامع عن اللي بيعمله الرب يسوع المسيح وسط المؤمنين أو وسط جماعة معينة أو في بلاد معينة أو وسط شعب ما، ونفسك حقيقي إنه يفتح قلبك ويغيرك زي ما عمل مع ليديا، أشجعك تعمل حاجتين. أول حاجة إنك تكلمه بصدق من قلبك وتقوله أنا عايز أعرفك، عايزك تفتح قلبي وتغير. لكن الحاجة التانية أشجعك إنك تروح في المكان اللي بتسمع فيه عن الرب يسوع المسيح. يمكن ما يكونش مكان مبنى كنيسة، يمكن ما تكونش جماعة معينة، لكن ممكن تكون قناة مسيحية، ممكن تكون صفحة على الإنترنت، ممكن يكون مجموعة معينة بتسمع وسطيهم عن الرب يسوع المسيح، لأنه هناك هو هيفتح قلبك وهيكلمك، هيغيرك زي ما غير ليديا.